اليوم غادي نهضروا على الاي اي والدور ديالو في الحرب. كما كتعرفوا الاخوان، هذا المصطلح ديال الاي اي ولا كلشي كيشير به، وكلشي كنعرفوا دوك الاستخدامات ديالو في جميع المجالات، سواء في الخدمه، طيب في الهندسه، المهم داكشي كامل اللي كتعرفوه. انت شو كتشدو في شات جي بي تي كتقول لي عافاك كيفاش نهضر مع صاحبتي. ولكن كما كتعرفوا ان الجيوبوليتيكالي مؤخرا شويه مكهرب. شفتوا شنو واقع في ايران وامريكان والامارات والعمارات وداكشي كامل. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، باللي كاع في كاع الدومينات، كاع التطورات اللي كيوقعوا ولا كاع الحوايج اللي تقريبا استفدناهم في البشريه، سواء في الطب، في الهندسه، في اي مجال، كناخذوه من الميدان العسكري. الميدان العسكري كيكون ديما اون افونس اون جينيرال، يعني تا كيصدق داكشي كيتستخدم في الميدان العسكري، من بعد كنجيو حنايا كنطبقوه في الميدان المدني. هادشي كنقول لكم باش نقول باللي هاد الاي اي والتطورات اللي كتشوفوا دابا، اوبن كلود، جيميناي، كاع دوك التولز اللي كتعرفوا، كاع داكشي الخارق اللي كيبان لكم كيديروا الاي اي دابا، ما قادش نتخيل الدومين ميليتير شنو واصل في هادشي. وهذا هو الهدف تاع هاد الحلقه كامله. ونتفرجوا في واحد الفيديو تاع واحد العشير اللي ديما ما عمرو كيخيبنا، كيدير ديما فيديوهات واعرين، وعادي نحاولوا نهضروا في هاد الدومين هذا. ستريم كاين في يوتيوب وكيك وتويتش في نفس الوقت، دونك فيما كومونتيتي غادي يبان الكومونتير ديالك في التلفازه. لنستفرج. الاي اي استعمل السلاح النووي ونهى البشرية، بس هذا الاشي تجربة مش حقيقية، خيال علمي. لا، هذا الاشي عم بصير بالحرب الحالية. وهذا الاسبوع شركة شات جي بي تي وقعت مع الحكومة الامريكية على هذا الاشي تحديدا، استعمال الاي اي بالحرب بلا حدود. بهذا الفيديو رح نعمل تجربة حرب افتراضية باستعمال الذكاء الاصطناعي. شوف شو بصير. هلو، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ اسمعوا، انتوا عارفين اني يا صاحبي دابا اوبن اي اي سنات مع الامريكان باش داكشي. علاش نايض داك الصداع ما بين اونتروبيك علاش بلاد انه مشى لانتروبيك زعما الكلود وخلا تشات جي بي تي، حيتاش اوبن اي اي سنات مع الميليتير ديال الامريكان. اوف كورس عرفتي شحال تاع الفلوس غيضربوا تماك. السام بيج باكس. ما بحكي هاي شغله كثير، بس هاد واحد من اهم الفيديوهات اللي على القناه. الاشي اللي عم نحكي فيه جد مرعب، في امثله على استعماله بحياتنا الحقيقيه بغزه، اوكرانيا، روسيا والحرب الحاليه، وراح اورجيك هاي الامثله كلها. احنا ما عم نحكي عن اشي بعيد، ولا عم نحكي عن جو الافلام اللي الروبوتات بيحتلوا العالم وبقضوا على احنا وصلنا لمرحله انه احنا عايشين هذا الواقع، بس احنا مش مستوعبين الاشي. والمشكله انه مش مخبى، كل شيء قدامنا عم بصير، بس احنا مش منتبهين. فهلا قبل ما نعمل الحرب الافتراضيه تبعتنا نشوف شو بيعملوا بالاي اي بالحرب، بس خليني اشرح لك شو صار هذا الاسبوع هون، عشان هذا الخبر ما اخذ ضجه كفايه. انثروبيك هي الشركه اللي لها كلود، واحد من اقوى الاي اي مودلز، بعتبره اقوى من شات جي بي تي حتى. فانثروبيك كانت الخيار تبع البنتاغون للذكاء الاصطناعي، الان هي محظوره، باند. ليش؟ واللي حاحكي لك يا هلا باخر الفيديو رح يرعبك، جد رح يخوفك كثير. احكي لك شو صار. اجى البنتاغون الامريكي على شركه انثروبيك، قدموا لهم عقد قيمته 200 مليون دولار. هلا البنتاغون عندهم كثير اليات بتستعمل فيها الذكاء الاصطناعي، ومطورين كثير شغلات، مشروع ميفن، مشروع ريبليكيتر، موجودين عندنا، بس بدنا نستعمل الاي اي تبعكم بالحرب. فشركه انثروبيك حكت تمام، بس عندنا شرطين: ممنوع تراقبوا الشعب باستعمال الاي اي تبعنا، وممنوع تخلوا الاي اي ياخذ قرارات حربيه زي المثال اللي اعطيتك اياه اول فيديو. هذه قاصحه شويه. يعني قالوا لهم نعطيوكم لاكسي الموديل ديالنا، غير ما تستعملوش باش انكم تحظيو الشعب وتبقاو تابعينه وتعرفوا عليه الصغيره والكبيره. شنو هي الاخرى باقي؟ وما تخليوش الاي اي تاخذ قرارات حربيه. حيت هذا هو المشكل دابا اللي طاري ديال هادشي ديال الذكاء الاصطناعي زوين وكامل، ولكن الا مشى داك الاي اي ولينا كنعولوا عليه لواحد الدرجه ديال انه كياخذ دي ديسيزيون بلاصه الانسان، حيت الاي اي يقدر ياخذ لك دي ديسيزيون سوبر لوجيك، ولكن ماشي اختيار سليم. بحال قلتي الانسان زايد ديك اللقطه ديال انه يقدر كتسمى نيوانس، يعني كتعرف تميز واخا كاين لوجيك، واخا ان بعض المرات راه خاصك دير هادي، في بعض الحالات ما خاصكش ديرها، واخا هو داك الخيار اللي كيبان خاصو يدار. دونك الا عطاو الاي اي هاد لاكسي هذا، او ماي جاد، غتولي اصاحبي فرحمه شي موديل ما عرفت فين داير في شي سيرفر في بلجيكا ولا شي حاجه. دونك يلاه فهمت علاش كيقولوا هاد الهضره هادي، حيت صراحه شرط مهم. ولكن يعني دونك اوبن اي اي ما سوقاش في هذا الشيء. اوبن اي اي قال لهم عطيونا الفلوس كارت بلونش، ديروا اللي يعجبكم بالموديلز ديالنا.
انه الذكاء الاصطناعي يقرر يضرب سلاح نووي ويعملها. هاي الحدود تبعتنا. والحكومه الامريكيه عصبت ومنعت استعمال انثروبيك بكل المباني الفيدراليه والحكوميه، إشي راح يضر الشركه بمليارات الدولارات. اوكي منيح منهم، بس انثروبيك رفضوا. الحكومه الامريكيه راحت على شركه اوبن اي اي. شو باش تعرف اصاحبي كيدير داكشي. عرفتي العالم والله بارد. شو دابا هما قال لهم ما بغيتوش تقبلوا الشروط ديالنا، ما غاديش نستخدموا الموديل ديالكم. بغا يدير لهم زعما كوسيله ضغط باش يديروا يبريسيو عليهم. قال لهم اوكي ما بغيتوش، حنا ما عمرنا باقي نستعملوا داكشي ديالكم، ودابا اونتروبيك خسرت الفلوس. ولكن اللي شفت انا هو اونتروبيك من بعد راه ولات هي الطب واقيلا في الابل ستور. يعني ملي بدينا نعرف باللي اوبن اي اي اكسبتات هاد الديل مع الحكومه الامريكيه بشروطه اللي يلاه هضرنا عليها دابا، كلشي قال نباسكولي الاوبن اي اي الانثروبيك، حيت اخويا على الاقل هما ايتيك، ولا واقيلا حيت ما عطاهمش اناف ماني ميبي. اللي لهم تشات جي بي تي. وسام أولتمان وافق على طول بدون شروط. الجيش الامريكي يقدر يستعمل الاي اي بدون حدود، يعمل اللي بده اياه. واصلا بيومنا الحالي هذا الاشي تسبب بخسائر ضخمه لشركه اوبن اي اي، والناس صارت تروح لكلود لهذا السبب. كيف يعني وافقوا؟ طيب وافقوا شو يعني؟ شو ابعاد هذا الاشي؟ ليه هذا الاشي خطير؟ ابسطها شوي، اخفف الموضوع. احنا ممكن نعيش ابيسود من بلاك ميرور بسبب هذا الاشي. وهلا حيوضح معك كيف. هلا اول اشي بتتخيل لما احكي لك اي اي بالحرب شو؟ نفس الشيء. انا روبوتات قادره تفكر لحالها، عندها أسلحة كثير قوية، ممكن بيعملوا هاك لشغلات كثير، ممكن بينزلوا فيديوهات كاذبة بروباغندا عشان يخوفوا الناس، ممكن درونز بدون سائق شغالة اي اي. صح؟ هيك بتخيل. تعالوا نعمل حرب. تخيل معي انه عندنا دولتين، دولة اسمها عمر لاند ودولة اسمها عمر ستان. عمر ستان بدنا نستعمل لها فلتر اصفر بس عشان تعرف تفرقوا، بس مش عشان اسمها ستان. هلا الدولتين هدول عمر لاند وعمر ستان متشابهين بكل المعايير. عم نحكي نفس الجيش، نفس الدبابات، نفس الطيارات، نفس الدرونز، نفس البادجت للحرب، متشابهين، نفس القدرات تماما. بس في فرق. عمر لاند دمجوا الذكاء الاصطناعي بالجيش تبعهم، بيستعملوا الاي اي بالحرب، وعمر ستان ما بيستعملوا الاي اي. بيحاربوا زي ما احنا بنعرف، نفس الاسلحه، نفس الاشخاص، بس اختلاف سوفت وير بس. اوكي حنمشي خطوه بخطوه بالحرب بين الدولتين هدول. وديسكليمر، تنبيه من هلا بحكي لك، اي شيء ححكي بالتجربه هاي تم استعماله على ارض الواقع، وفي امثله وراح احكي لك اياهم، او عم بتم استعماله حاليا على ارض الواقع. هلا لما تطلع على الحرب من برا كثير عشوائيه ومتناثره وبتحسها فوضويه، صح؟ بس لما تتعمق بكل هذا الحكي وتطلع عليه وين اخويا مورديك؟ وعليكم السلام. او معظم العمليات. منين جيتي يا صاحبي؟ منين؟ اول مره نشوفك انت في ستريم. منين جيتي؟ عسكريه الحرب. مورديك زعما بحال موبيديك. مورديك مرضي والديك. الحربية تتبع نفس الخطوات، نفس الدارة، نفس الدائرة، وهاي بسموها ذا أودلو. ايش عشوائي. عشوائي يا صاحبي. عرفتي اخر ثلاثه الناس قالوا لي اسم مورديك الله يرضيك، هي هذيك اخر ثلاثه الناس جاو من كيك، ولا ماشي اخر واحد كاع دوك اللي جاو من كيك وعاودوا رجعوا كلهم قالوا لي عشوائي. انا كيتسحبني كيجيو من انستغرام حيت الكليبات كيتشافوا بزاف في انستغرام، ولكن كيك اصاحبي عنده واحد الالغوريثم اللي في شكل فهمتي كيطلع منهم، ولكن اغلبيه تاع الناس اللي جاو بقاو. فمرحبا بك اخي مورديك الله يرضي عليك. الأودلو كثير بسيطة وحكينا مراحل observe، مرحلة الاستطلاع، تشوف الحرب، تشوف عدوك، تشوف شو عندك معلومات عنه، تراقب، بدك تجمع كل انواع. وكا ديال لي طاب الاولى دراري ديال سميتو ديال الحرب، يعني كتكون مريح كتشوف كتاناليزي. دابا اللي ما عارفش بنادم فين داخله الاي اي في هذا الشيء كامل، فين داخله الاي اي دابا غير هاد لافاز ديال الاناليز. يعني مثلا انت كتشوف العدو ديالك، انت محارب مع واحد الدوله، عندك بزاف تاع لي بارامتر داخلين في الاناليز ديال شي حرب اصاحبي. وانتم عائله مثلا تقاتلوا مع شي دوار في المغرب، خاصكم تعرفوهم شحال هما، شحال عندهم، واش تقطع عليهم الماء، واش عندهم الدقيق، واش عندهم الطوموبيلات، واش عندهم الطرقان. هذا بارامتر باش نسهل لك. ولكن فاش كتكون محارب دوله ولا ايكو سيستيم، وراه لي بارامتر بالالاف، يعني في السيناريوهات راه بالملاير، يعني كل واحد العدد تاع البارامتر الا تحقق يعني راه كيساوي سيناريو بوحدو. دونك بزاف تاع السيناريوهات. هاد العمليات هادو يقدر يديرهم الانسان، ولكن يخصهم وقت طويل، وغالبا الانسان صعيب انه يدير جميع احتمالات. فملي كتشد دي موديل ديال الاي اي ديال الذكاء الاصطناعي، الا كان عندك اكسس شي موديل واعر كحكومه ناويه دير حرب مع شي دوله، راه يكون عندك واحد الانفير ادفانتج، يعني تقدر تكون
فايت بسنوات ضوئيه ديك الدوله اللي غادي تكون باغي تحارب معها، دونك غادي تربحها على الاقل على الورق، فهمتي؟ تحرك العدو والاقتصاد بالبلد تبعته كل شيء اورينت، وهي تعتبر الاهم انك تحلل هاي البيانات كلها اللي جمعتها بناء على كل العوامل الموجوده، ايش البيئه اللي انا فيها، ايش ثقافه الناس اللي عم بتعامل معهم، ايش عاملين بالحروب زمان، ايش تكتيكاتهم، ايش استراتيجياتهم. ببلش احلل كل بطبيعه البيانات اللي الحال عندي مع كل هاي الشغلات حنا اللي كنهضروا بعرفها. حنا كنهضروا دابا هنا على الحكومه الامريكيه، حيت الموضوع تاع الفيديو هذا هو الحكومه الامريكيه ملي بغات تسني مع اونتروبيك ولا اوبن اي اي. اونتروبيك قالت لهم معليش نعطيكم الموديل ديالنا، اونتروبيك هي مولات كلود وداك اللي معروف، قالت لهم ما نعطيكمش الموديل ديالنا الا تستخدموه فانكم تتبعوا الناس وانكم تخدموه في الحرب، يعني انكم تخلي الاي اي ياخذ قرارات حربيه. دونك رفضات العلاقه مع انها تسني مع الامريكان، ولكن اوبن اي قالت لهم مرحبا عطيوني على الفلوس. دونك فهمتي دابا الامريكان ولا اي حكومه الا شدات شي موديل ديال الاي اي اللي متريني مزيان، وكنت قلتها في البدايه ديال الستريم، قلت لهم راه النظام العسكري ولا الميدان العسكري ديما كيكون فايت النظام المدني في واحد النمو كبير. يعني شي حاجه اللي يلاه وصلتنا حنا الناس اللي مدنيين راه تكون تخدمت شحال هذا في النظام العسكري، عاد كتجينا حنايا، فهمتي؟ سواء في الطب، في الهندسه، في اي دومين بغيتي. بهاي المرحلة ديسايد، هون بدك تبني القرار لكل البيانات اللي عندي، ايش عاملين بالحروب زمان، ايش تكتيكاتهم، ايش استراتيجياتهم. ببلش احلل كل البيانات اللي عندي مع كل هاي الشغلات اللي بعرفها. بهاي المرحلة ديسايد، هون بدك تبني القرار، الخطة. بهاي المرحلة كمان كثير في عوامل لازم دير بالك منها، بلكي طبيعه الدبابات الحال تبعتي لا قديمة انا مش فيديوهات. عاملها صيانة، او بلكي انا اول مره نتفرج الوقود فيه. اللي بدي استعمله لطيارات الحرب تبعتي مش مناسب بهاي الحالة، او بلكي الدرونز تاعوني ما راح يتحملوا هاي المسافة، او ممكن عندهم تخبيش درونز، او ممكن الجنود تبعوني راح يتعبوا بعد ابصر كم. هون بدك تعمل خطه كامله، بتسايد، بعديها اكت، هون بتنفذ العمليه، بتعمل الاشي اللي راح تعمله، بتضرب، بتفجر، شو ما يكون. الاودا لوب، وهلا اشي مهم عنه، خونا هذا هذا كيدير بحكي لك فيديوهات انه واعرين يستعمل صراحه. حتى بكل المنافسات، يعني سواء رياضه، بزنس، اشي بحياتك العاديه، اودا لوب بتقدر تطبقه. وبحكي لك انه الفائز بالمنافسه شنو هاد الاودا لوب هذه بلاتي يا استاذ؟ الاودا لوب بلاتي نتعلموا شي شيء حاجه. مهم عنه كمان، هذا بحكي لك انه يستعمل حتى بكل المنافسات، يعني سواء رياضه، بزنس، اشي بحياتك العاديه. اودا لوب Ouais. The ODA loop, observe, orient, decide, act loop, is a decision-making model developed by United States Air Force. Colonel John Boyd in the early 1970s. He applied the concept of the combat operation process, often at the operational level during military campaigns. It is often applied to understand the commercial operations and learning processes. The approach explains how agility can overcome raw power in dealing with human opponents. اي وهاد اللعيبه هادي يقدر الواحد يخدم بها في الحياه الواقعيه. بلاتي نسولو كلود نيت، نطلعوا كلود معنا الدراري في ستريم. انا عندي كلود كنخلص عليه غنقول ليه هاو كان وي يوز، فهمتيني؟ نو هاو كان وي يوز ذا اودا لوب. use the ODA loop in our everyday life and give a concrete example. نسولو دابا نيت، طلعو هنايا. الوغ ولا عرفتي شنو، نحل في النافيغاتور باش يبان لكم. لود طب اسمع سيدي، قال لك كيفاش غتخدم بالاودا لوب. اول مره صاحبي نتعلم انا هاد اللعيبه تاع الاودا لوب واش كاينه اصلا. دو باز هاو كان وي يوز اودا لوب. اوكي هو جاوبني بالفرنسي الدراري، قنهضر معاكم 7 لغات اليوم. Alors, je قال لك le concept ODA loop est parfait pour une visualisation interactive. ناري شوف اصاحبي كي كيرسم لك، ناري شحال صعيب هاد كلود، والله الا صعيب. est parfait pour une visualisation interactive. Voici le diagramme d'abord, puis l'explication concrète. المهم هادشي هنا غادي يشرح داكشي اللي قلنا وصافي. اش غادي يقول من بعد؟ est développé par هذا هادشي قريناه. 4 phases: observer, collecter les informations, orienter كيما قال خونا, décider,
و لاكسيون من الاخر. واحد ليكزومبل، الا كنتي مبلوكي في شي زحام في الطريق، اول حاجه تلاحظ tu vois que l'autoroute est à l'arrêt, GPS indique plus 45 minutes et 18h30. اوكي دونك انت جالس واحد في الاوتوروت، جي بي اس كيقول لك راك غادي المهم تعطل بواحد 45 دقيقه. L'orientation يعني التوجه ولا التوجيه. Tu te rappelles qu'il y a souvent des accidents sur cet axe le vendredi soir. Tu sais qu'une route secondaire passe par le village d'à côté, mais tu n'es pas sûr de l'état du trafic là-bas. دابا انت جالس واحد في الاوتوروت، ولكن شتي راسك غتعطل 45 دقيقه. واش اش قال لك راسك؟ قلتي كاينه واحد الطريق، واحد الخرجه كدوز من واحد الدوار، الا تقبت منها غادي نوصل واقيلا قبل، ولكن انت ما عارفش ديك الطريق واش غادي يكون فيها عاوتاني بنادم، واش حتى هي مزحمه ولا. مي tu n'es pas sûr trafic là-bas. دابا لا ديسيجن جايه يدار عليها فين. tu choisis de sortir au prochain échangeur et tenter la nationale. دونك كتقول وانا نتعطل راه نطونطي هذيك الطريق واخا ما عرف شنو فيها، كدير ليكزيكسيون يعني كدير داكشي. Puis le cycle recommence, tu observes la nationale fluide encombrée, tu orientes. يعني هي بحال قلتي واحد الميثود اللي كتبقى تخدم او فير مزيغ وديما كتادابط، فهمتي. La puissance du Oda Loop, c'est de te rendre conscient de la plupart des mauvaises décisions se passent dans la phase oriente. On agit sur des informations mal comprises ou filtrées par des biais. Ralentir volontairement sur cette phase, questionner ces hypothèses, chercher d'autres perspectives améliore drastiquement la qualité de tes décisions. Les deux flèches pointillées dans le diagramme représentent les raccourcis intuitifs. Quand l'expérience te permet de sauter des étapes comme un expert qui sent la bonne décision sans analyse consciente. Ok, donc بنادم غالبا أنه فين كيوحل انه ما كيشوفش شي خيارات اخرين، الخيار الاول جاي كيعاكت عليه. المهم تعلمنا شي حاجه. الاودا لوب بصراحه مزيانه، تقدر تطبقه. وبحكي لك انه الفائز بالمنافسه دائما اللي بيعمل الاودا لوب اسرع، عشان اذا هذا الجيش عم براقب بحلل بخطط بضرب اسرع من هدول حيكونوا بحلوا سيناريو. وحيت كما قلنا ديك الاودا لوب كل مره كتبارامتريها، فهمتي، كل مره كدير عليها يعني بحال قلتي واحد البوكل ديال لابرونتيساج كديرها اون فوا كتخرج لك داتا اخرى كتعاود اميليوريها. دونك الناس اللي عندهم دي موديل ديال الاي اي اللي يقدروا يسرعوا لهم هاد اللوب هادي، عادي يديروا دي زاكسيون، عادي يديروا دي زيكزيكسيون في واحد الوقت اسرع. دونك انفير ادفانتج، فهمتي. سي اس فارت، مرحبا بك ونهار كبير هذا، كبير بك صديقي وخانز بك. سيناريوهات صارت وخلصت، هدول شغالين سلو موشن بكونوا لو هدول اسرع. وقبل ما نكمل نشوف كيف الاي اي راح ينهي العالم بالحرب، زي ما بتعرفوا على 5 مليون سبسكرايبر حنعطي سياره، فبتمنى تعملوا سبسكرايب. صافي حتى انا نديرها. وكما كتعرفوا الدراري، القناه ديال انا سيريوسلي قربت ل 8000 سبسكرايبر، وإلا وصلتوها نديرها هكا باش تشوفوا وين كنهضروا. فكما كتعرفوا الدراري، القناه ديال انا سيريوسلي وصلت قربت ل 8000 سبسكرايبر، ولا وصلت ان شاء الله ل 10000 سبسكرايبر غادي نعطيكم، هذا عطاهم الطوموبيل، انا غادي نعطيكم الدراري ديديكاس. ديديكاس. عرفتي الدراري شحال ماش باقي هاد اللقطه هادي ولا لا، ديال داك اللي كيقول لك كتكون انت مثلا سال عليك الله ولا غضب عليك الله ومشيتي لباري، وكيقول لك ربي عافاك الا مشيتي قدام لا توريفيل، هز التليفون ديالك ياك ودير فيه البروفيل فيسبوك ديالي وصورو مع لا توريفيل باش دير ليها ديديكاس، فهمتي، باش نحطو قدام الناس، باش عرفتي. عرفتي هاد اللعيبه بعدا باش كيقول لك شي واحد راه فيه واحد التماره كبيره. علاش؟ اول حاجه خاص يكون عندك جوج تليفونات، حيت واحد غتصور به وواحد غادي ولا فاش كتكون الريال لعبه اكزاكتومون قاعد في البرنابيو كيدير ناري. كنعرف واحد خونا دارها، تسلف تليفون عند داك اللي جالس حداه في التيران باش قال لي جبد لي فيسبوك تاع واحد الساط، فهمتي. ودابا مع عصر الاي اي داكشي كنظن اللي يطلب منك هادشي عارفو حمار، حيت تقدر تقاد هادشي، فهمتي، بديتو اللي داكشي كيكون في شكل. فكما قلت لكم الدراري، القناه ولاد الحاج اكسبريس بقى لها والو 10000، وقناه ديال انا سيريوسلي راه قربت 8000 بواحد السرعه هائله. كطلع ديك القناه اللهم بارك اللهم لا حسد، فملي توصل ل 10000 غندير لكم ديديكاس من ليون، من الواد ديال الغون، باش تبانوا زعما، فهمتي، زعما راكم تفرتوه باي بروكسي. ما غاديش نعطيكم هادي انا وما عنديش.
سبسكرايب وهديه من يت. القناه لكم. عندنا ماك بوك لدعم اي شخص بالتعلم او الشغل لو بتحتاجوا كل. سيروا الدراري عنده تاوب بحال هكا كندير لكم زعما راه انا اللي كنشهر. سيروا عند عمر، هذا عمر هذا راه عنده واحد القناه واعره، راه دايرو في الديسكريبشن كيدير فيديوهات واعرين. نرجعوا للموضوع، بارك عليك. شغال بسرعة البشر. تخيل شو بصير 4 مراحل للحرب الافتراضية تبعتنا، عمر لاند وعمرستان. وتخيل شو بصير لما يكون اودا لوب عند طرف من الحرب شغال بسرعة البشر وعلى الطرف الثاني شغال بسرعة اي سرعة كمبيوترات. قاعد تتخيل صح؟ بلشوا الدولتين يراقبوا، يجمعوا معلومات. الدرونز بتراقب ارض العدو، رادارات بتراقب السماء عندهم، الستلايتات بتاخذ صور وفيديوهات لاراضي ضخمة. مراقبة من الطرفين. بهاي المرحلة عم نحكي عن كمية ديتا يعني بالدقيقة الواحدة مئات الجيجا بايتس عم تنجمع. هلا بنروح على عمرستان اللي ما عندهم ذكاء اصطناعي. تبلش توصل هاي البيانات لمركز تحكم، وعندهم محللين للبيانات قويين كثير، جنود وعم نحكي بالالاف. ببلشوا يحللوا اول باول، بيحاولوا يرسموا خريطة لشو العدو ممكن بيعمل. شو هذا اللي هون؟ بس رئيس عمر الان نزل على السوشيال ميديا انه ما راح يهاجم بري. اوكي بس في اشي عم بتحرك هون. ببلشوا يحللوا كل اشي ويقارنوا، وعم نحكي كثير ناس الاناليز تاخذ بزاف تاع الوقت. بس المشكلة وين؟ انه هاي البيانات كلها وهذا التحليل كله عم بصير بمكان واحد، لسه ما شاركوا مع اي وحدات ثانية، هم عم بيحللوا على ارض الواقع. هلا شو عم بصير عند عمر لاند على الطرف الثاني؟ الدولتين عشان حكيت لك متشابهين بالموارد 100%، جمعوا نفس كمية المعلومات. بس عمر لاند كونه بيستعمل الاي اي عنده كمبيوتر فيجن، الصور اللي عم باخذها الساتلايت عم تتحلل بنفس اللحظة، عم بيتم دراستها. تعرف كيف لو صورت هيك لتشات جي بي تي رح يعرف انه في كنباية؟ هذا الاشي بسبب الكمبيوتر فيجن. فعمر لاند هاي الصور والبيانات عم تتحلل اول باول. الاي اي عم بلقط، الاي اي شاف دبابه هون، الاي اي شاف ممكن هذا المكان اللي مبين ساحه بناء تكون مركز عسكري. ببلش يحلل اول باول. الاي اي في مجموعه 12 سياره بالاحداثيات الفلانيه، الاي اي 90% متاكد انهم عسكريين وعم بتحركوا بسرعه 80 كيلومتر بالساعه. عم نحكي بهذا المستوى اي اي ما بتعب، كله شغال بنفس الوقت لمده 24 ساعه. عرفتي دابا هادشي كنهضروا عليه الدراري وكيبان زعما فهمتي ما عندوش شي تاثير. انا بالنسبه لي الحكومات اللي عادي يستخدموا الذكاء الاصطناعي في الحروب راه الصاد بحال الا داير سباق مع بحال شي سباق واحد سايق ليركات وواحد سايق الفيراري، وكنا زعما كنتسائلوا شكون عادي يربح. راه باين شكون عادي يربح. راه يلا هضرنا عليها دابا في ستريم. الاي اي الا كان عندك الساط الاي اي ما كينعسش، ما تيعياش، ما كيمرضش، وكيحلل المعلومات اون طون ريال. يعني كيعرف شنو لي باز شنو واقع فيهم، شحال ديال السلاح كاين، شحال ديال الطوموبيلات دازو هنايا اللي شاك فيهم، وكاع ديك الداتا كتدخل وكتاناليزا اون طون ريال وكتعطيك دي ديسيزيون طون ريال. اما الا كنتي باقي كتعتمد على داك النظام العسكري القديم ديال انك تجيب الداتا وتامبريميها وتحط 10 الناس يبقاو يقلبوا فيها وبلاتي، واثناء ديك العمليه تزادت داتا اخرى. الحكومه اللي عندها الاي اي كوسيله ديال زعما كاداه حربيه عادي تغلبك يعني عادي تغلبك باشواط واشواط. يعني انت يلا غادي تبغي ديسيدي انك دير شي حركه، هما ديسيداو 4-5 الحركات، دونك انت عادي تجي تخسر بكل تواضع، تخسر. ساعة باليوم. هلا على ارض الواقع الجيش الامريكي عنده إشي اسمه مشروع ميفن، موجود من سنه 2017، بيعمل هذا الإشي تحديدا. وهذا الإشي بيعملوه بكل سهوله، تحليل الصور باستخدام الاي اي من 2017. يعني في شركه بتعاونوا معها اسمها بالنتير، مجالها الاي اي بالحرب. بنهايه هاد بالنتير هادي راه نايضه عليها كارثه في الامريكان، هي اللي داخل فيها هاد اليكس كارب وبيتر تيل، دوك باي بال مافيا معروفين اصاحبي. عرفتي واحد النوع ديال الفلوس كيضربوا هاد الناس هادو. راه كاين نشرح لكم. كاين البي تو سي، يعني فاش كتكون انت بيزنس وكتبيع للكليان ديريكت الكونسومر، وكاين البي تو بي، يعني من بيزنس لبيزنس فيها الفلوس نقيه هاد الترانزاكسيون هادي، وكاينه من بيزنس الحكومه. هادو راه كونطرات كيتحسبوا ما عرفت بشحال ديال الملايين ديال الدولارات، وهي نفس الحاجه اللي دارت اليو اس غوفرمنت مع بالنتير في الدومين ديال الاي اي. وكنهضروا على شي ارقام بون سوبر فلكيه، ما عرفت كاع
نهاية سنة 2024 أعلنوا إنه من ناحية تحليل الصور والبيانات قدروا يقللوا عدد الموظفين الجنود من 2000 إلى 20 بنفس النتائج. بعمرستان في 2000 جندي قاعدين يعملوا هذا الشيء. hold on من 2000 حتى ل 20 واحد، راه بزاف. يعني تخيل معايا نتايا واحد، غادي كنشرحها لك. يعني 2000 راه 2000 بزاف تاع الناس. 2000 كنتي محتاجهم كاملين باش دير داكشي اللي كدير. بالاي اي وليتي محتاج 20، يعني حرفيا قسمتي العدد على 100. واه بعمرلاند عشان بيستعملوا اي اي في 20 وعم بيعملوا نتائج احسن. يعني واحد من محللين البيانات البشر بعمرستان ممكن يشوف صورة ساتلايت لشاحنة ماشية ويشوف انا شاحنة ماشية. بعمرلاند الاي اي بيشوف شاحنة ماشية، بروح يقارن هاي البيانات مع مركز عسكري سمعوا مكالماته من قبل، بعدين بروح يقارن هذا الاشي مع المعلومات اللوجستية اللي اصلا عنده اياها كثير من زمان عن كيف بتحركوا الشاحنات بهاي المنطقة، وبدرس لو هذا الاشي منطقي ولو هاي الشاحنة منطقي مكانها. هيك صار عندنا بأول مرحلة عمرلاند قاعدين بيشوفوا بيانات أكثر، بيشوفوها بسياق صح عشان ال AI قادر يقارن مع كل إشي، وبيشوفوها أسرع. بينما عمرستان بعدهم عم بيشوفوا بيانات ما إلها معنى، لسه عم بدرسوا أول بأول الصور اللي عم تيجيهم من الساتلايت وأبصر شو. الله يلا عمرلاند على بهاي العصر المرحلة ممكن الحجري. يعملوا بيوم اللي عمرستان بتعمله بأسبوعين. تقدمت كثير. هلا نروح على المرحلة الثانية، أورينت. بدنا نفهم شو كل هاي البيانات معناها. هاي البيانات اللي جمعناها بأول مرحلة. نروح على عمرستان. القادة بيجتمعوا مع كل هدول محللين البيانات، بيعطوهم ريبورتس عن الشغلات اللي شافوها، انه ممكن شفنا شاحنة هون وشفنا دبابة هون بالمنطقة الفلانية وكانت تتحرك بهذا الاتجاه. احنا شاكين انه ممكن يحاولوا يدخلوا بريا، او ممكن بدهم يطيروا طيارات حربية عشان يلهونا وهم بيدخلوا بريا مثلا. هيك بيعملوا تحليلات وببلشوا يحاولوا يدرسوا شو ممكن عم بفكر العدو. يعني بالاخير الحرب استراتيجية، انتوا عارفين. بس بعمرلاند الاي اي قاعد بيعمل شغلات البشر ما عمرهم حلموا يعملوها. كل البيانات اللي جمعها استعملها عشان يتخيل ساحة الحرب كاملة، الخريطة كاملة كيف حيكون شكلها، كلها عم تتجدد بنفس اللحظة عشان الاي اي بيحلل بيانات الساتلايت بنفس اللحظة. فلو الدبابة هاي تحركت من هون لهون هو عارف وجدد هاي البيانات. كمان هون الاي اي عمل اشي كثير مهم، بلش يرسم انماط. يعني في دبابة تحركت من نقطة الف لنقطة باء، الاي اي راح قارن بكل البيانات التاريخية اللي عنده، اكتشف انه لما عمرستان يحركوا دبابة من هون لهون غالبا تعني انهم حيحاولوا يهجموا بعد 3 ساعات بطريقة معينة. والاي اي لاحظ كمان انه كمية التواصل بين المبنى الفلاني والمبنى الفلاني زادت بنسبة 40% خلال 3 ساعات الماضية. هذا بالعادة لما قارن مع البيانات القديمة يعني انه عم بخططوا لهجمة. لما يتواصلوا كثير مع بعض الاي اي عم ببني باترنز، انه لما يصير هيك ويصير هيك ويصير هيك هيك ممكن يصير. ولما هي وهذا الشيء هذا الباترن ريكوجنيشن الدراري راه الانسان يقدر يديرو لواحد الحد. يعني انت كتقول مثلا داك الجار ديالي كيفيق الصباح، كيمشي للقهوه يشرب قهوه، كيرجع للدار كيسلخ مراته، من بعد كيمشي لاصال، من بعد كيمشي للبار يسكر، ومن بعد كيجي يرجع ينعس. فانت كتشوف هاد البيهيفير واحد المده ديال الوقت، فكتولي كتوقع اشنو غايدير الجار ديالك من هنا ل 20 يوم. كتقول باينه غادي يدير نفس السين تا يعاود. ولكن انت الساط هذا الجار ديالك، الا قلنا لك خاصك تعرف الجيران كاملين ديالك شنو كيديروا، ونجبدوا لك جار من وسط دوك الجيران نقول لك هذا نهار الاربعاء مع 4 العشيه شنو غايدير، صعيب تجبدوا. ارى لك دابا كنهضروا على ماشي على الجار، ندخلوا الجار الكلب ديالو وبنت عمته اللي ما كتعرفهاش وداك اللي خدام معاه في الخدمه اشنو غايديروا كاملين باش توقع داك الشيء ديالهم بواحد الدقه كبيره. العقل البشري ولا حتى لي زالغوريثم اللي ديجا كاينين صعيب انهم يتوقعوا داك الباترن ديالهم. فبهاد الاي اي هذا صعب الا كان عندك انت كاداه حربيه، راه بحال الا كتلعب مع شي دري صغير. عرفتي شي دري صغير كيبغي يكذب عليك وانت عايق به، ولا كيبغي يدير شي حركه انت درتيها واش كنتي صغير دونك كتبقى تخليه وصافي. كنظن this is scary يا صاحبي، والله لا this is scary. معلومات يتم تقديمها للقائد بتكون واضحة
ويصير هيك ويصير هيك ممكن يصير. ولما هاي المعلومات يتم تقديمها للقائد بتكون واضحه كثير، السوفت وير بيكون بسطها بطريقه كثير واضحه. ولا هون بالخطوات الجايه شو بصير؟ القائد بيطلع على هاي البيانات وهون هو لازم يعمل قرار، الانسان بيعمل القرار. المشكله وين؟ كثير في دراسات على الموضوع تثبت انه الانسان كلنا عندنا انحياز نصدق المعلومات اللي بيعطينا اياها الكمبيوتر اكثر لو الكمبيوتر كان واضح انه واثق منها واعطانا ارقام معها. عندنا هذا الانحياز. يعني مثلا انا بفكر انه حجم البطيخه المعتاد هو يعني 10 سنتيمتر يكون القطر تبعها. سالت شات جي بي تي حكى لي لا برو 20 سنتيمتر واعطاني اسباب انه بالعاده البطيخ كذا كذا كذا. شو راح اصدق؟ بصدق شات جي بي تي اكيد صح. كمان مره سيناريو واقعي، قائد بحرب اجا هيك معلومات انه الاي اي حلل انه باحتماليه 70% خلال 24 ساعه ل 48 ساعه جايين راح يضربوا الجنوب عشان يعملوا هيك 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 واعطاك اسباب. هل بتتوقع انه قائد الجيش ما راح يمشي على هاي البيانات وحكى له 70%؟ راح يمشي على هاي البيانات صح. اذا هل الانسان قرر ولا الاي اي قرر؟ عشان هذا النقاش لازم نحكي عنه، عشان هون الموضوع كله اصلا الحروب والعمليات العسكريه بتصير حاليا بالعالم معظمها عم بتكون مبنيه على هيك شيء، والاي اي الانسان والانسانيه مش اول اولوياته. هلا وصلنا لأهم مرحلتين، المراحل اللي الأشخاص العاديين اللي زينا المدنيين بتأذوا فيها. المرحلة الثالثة بلوب أودا ديسايد. هلا هون طرفين الحرب بدهم يقرروا شو الخطة تبعتهم، مدروسة جاهزة عشان ينفذوها. ببلش بعمر ستان. محللين البيانات هدول بيجوا على القائد تبع عمر ستان 3 اوبشنز، يا نضرب هون يا نضرب هون يا نضرب هون، وبأقصى قدراتهم دارسين الموضوع. هون بيجي قائد عمر ستان بتطلع ولازم يفكر بكم من شغلة هو بصنع هاي الخطة. يعني لو نفذنا الخطة ألف اللي بدكم إياها إنه نطلع طيارة حربية تروح تضرب أبصر وين، هل الطيارات الحربية عملنا لهم صيانة؟ رنوا شيكوا بالله شو وضع وقود الطيارات هدول، مين احسن طيار عنا يطيرها هلا، بده يعاير كل إشي. بدنا نطلع جنود للمنطقه الفلانيه، طب وين حيناموا، شو راح ياكلوا، هاي القصص كلها. هون بده يبني خطه للتنفيذ بلحظه، وكله مبني على المعلومات اللي جمعوها الجنود هدول بالوقت المحدود اللي كان عندهم، بالبيانات اللي هلا صارت قديمه، مر يوم يومين او حتى ساعات عليها، صارت قديمه، بس بدنا نبني قرار عليه. نروح على عمرلاند. بيجي القائد بيفتح شاشه ايباد، كل الاوبشنز اللي ممكن ياخذها بترتيب ايش اهم وايش احسن، وكل واحدة فيهم لو حكى لا بكون الاي اي عنده 2 اوبشنز ثانيين بدالها. عنده مئات الاوبشنز، كل واحدة مدروسة بكل تفاصيلها. قد ايه عندنا طلقات، شو وضع البنزين، متى اخر مرة نعمل صيانة للطيارة هاي. حرفيا you can't compete. حرفيا you can't compete. والله الا بحال عرفتي بحالاش، بحال كدوز شي امتحان، الا كنتي كدوز شي امتحان بالكالكولاتريس، وواحد قال لك لا انا غادي ندير حساب، غنحسب بيدي انا، فهمتي، شي ارقام خياليه، شي فرض ديال الفيزيك مقمح، وجا واحد جابش كالكولاتريس. انت صاحبي ماشي غادي تفوتوا، غادي واقع عليك كتلقى باقي في التمرين الاول، الناس وعليه فين وصلوا. ايش وضع الجو، شو راح يعمل العدو بس نعمل هيك. الاي اي بفضل انك تستعمل المدافع الموجوده بالجهه الفلانيه اللي هم جاهزين، وايش احسن طريقه يضربوا فيها لهالدرجه، مين الجنود اللي طلعهم، عشان كمان عندهم بيانات كل الجنود. وهذا إشي واقعي كمان حاليا. يعني وزاره الدفاع الامريكيه من سنه 2023 بتحكي بالموضوع انه الجنود بيلبسوا شو ما يكون يعني ساعه او إشي تاخذ كل الداتا عنهم، يعني قد ايه هم تعبانين، قد ايه بيناموا، قد انتوا فاهمين لاي مستوى عم نحكي. اوضح لك اياها بمثال من الواقع. باقوال لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بآخر عدوان صار على غزة بأبريل 2024، بحكي لك إنه باليوم الواحد نظام غوسبل عندهم كان قادر باليوم الواحد يحدد أكثر من 100 هدف ممكن، بينما زمان لما كانوا البشر يشتغلوا على الموضوع كانوا يطلعوا 50 بالسنة، 50 هدف ممكن. عمر ستان بقدراتها البشرية واو يعني اسرائيل كان عندهم واحد شحال هذا، كانوا باش يلقاو دوك الاهداف اللي عادي تارجيتيهم وداك الشيء، كانوا كيخرجوا 50 هدف في العام. يعني كيشدوا كاع الداتا كياناليزي وكيمشيو لارض الواقع كيجبدوا ادله، ودابا بالاي اي كيقدروا يجبدوا 100 هدف في النهار. وات قادرة تطلع 50 هدف ممكن بالسنة، وعمر لاند قادرة تطلع أكثر من 100 باليوم الواحد. وهون تحديدا عمر لاند بصير عندها ادفانتج مش منطقية على عمر ستان، إنه هم وصلوا لمرحلة إنه ياخذوا القرار بينما هدلاك لسه عم بدرسوا الخطة. وهون بنوصل للمرحلة الرابعة من أودا، أكت، تنفيذ.
عمرستان اخر شيء بعد ما درسوا الاوبشنز اللي عندهم، القائد تبعهم شاف انه احسن شيء طلعوا طياره حربيه تروح على المنطقه الفلانيه تضرب الهدف وترجع. منطقي وبسيط. عمرلاند راحت طلعت 12 طياره مسيره، 12 درون صغار رخاص، كلهم بيشتغلوا مع بعض وبيشاركوا بيانات مع بعض وموزعين اهداف بينهم. اذا واحده وقعت الثانيه بتاخذ محلها، بيقدروا يتصرفوا بنفس اللحظه. اذا الهدف تبعهم تغير مكانه قادرين يعملوا بروسيس انه تغير مكانه، هيو خلينا نلحقه. والدرونز هدول قربوا كثير على الهدف. نحكي الهدف مبنى عسكري. هلا هون بصير في تشتيت للشبكه، جزء من نظام الدفاع تبعهم طبيعي انه يشتتوا الشبكه حوالين المباني المهمه عشان الدرونز ما تضربها. واحد من الدرونز تاعون عمرلاند قرب على المبنى المهم، بلشت تتشتت الشبكه تبعته وبدون سائق. هو شو بصير؟ عشانه قادر يفكر بهاي اللحظه، بحدد وين الهدف شو ما يكون، بكمل عليه وبنفجر. لو تشتتت الشبكه ما بفرق. الدرونز هدول بحكي لك عنهم، بنتاغون اعلنت عنهم ب 2023. بروجرام اسمه ريبليكيتر عندهم، الدرونز اللي مدمجين باي اي وبيقدروا واو 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 واو. بعدا غير هاد اللعيبه ديال الدروناسات ديال الحرب، انت اصلا حيت الحرب شنو خايف فيها؟ خايف فيها دوك الخسائر البشريه، فهمتي؟ يعني انت بلاصه ما تمشي انك تقنبل شي بلاصه، كتحكم بواحد الدرون كدير لك داك الدمار اللي بغيتي، كتحكم بها عن بعد ولا شحال من حاجه. ارى لك دابا مع الاي اي شنو المشكل اللي كان في دوك الدرونز. وانا بعض المرات ديك التيليكوموند ما خداماش، نقولوا احنا بحال هكا، يعني كيمشي لك التحكم بديك الدرون ما كتقدرش باقي تكومونيكي معاه، ما كتعرفش شنو باقي كدير ديك الدرون، فكتمشي تفرقع في شي قنت بوحده كطيح ولا شي حاجه. دابا كتحكم في الدرون وديك الدرون كتشوف شنو كاين وكتعلم وكتفهم شنو كاين، ولا جاب الله كاع تقطعت كونيكسيون معاك ما بينكم وبين ديك الدرون كتقدر تفكر راسها، عارفه راسها الجايه، فكدير لي زاكسيون. يعني ديك الدرون ما كتضيعش لك. راه بحال داكشي اللي كانت دايره ايران واسرائيل دابا، راه هادشي اللي دايرين. وباي ذا واي ما عرفت ديك الدرون ديال ايران كانت كتكلفها واقيلا شي 60,000 دولار الدرون، واقيلا ساويه ديك الدرون راه كبار. وقال لك باش اسرائيل طيح كل درون كتقام عليه بشي مليون دولار بداك السيستيم ديال السيكوريتي اللي عندهم، داك الدوم ومشاكل. دونك ايران كتخسر 60 واسرائيل كتخسر مليون، يعني واحد الحرب ايكونوميك، فهمتيني؟ يكملوا حتى لو الشبكة تشتتت وراحت الشبكة. تم استعمالهم بأوكرانيا، طرفين روسيا وأوكرانيا عم يستعملوا هدول الدرونز. بحكي لك أصلا إنه بال 2021 بليبيا صار تفجير من درون اسمه كارغو 2 صناعة تركية مدمج AI، كمل عمليته حتى ما في شبكة. هلا هون بدي أسألك سؤال، القائد بعمرلاند اللي بيجي شاشة فيها تارجتس اوبشنز، قد ايه بتتخيل باخذ وقت عشان يختار الهدف؟ هلا بجاوبك على هذا السؤال. هلا لسه كمان في كثير عوامل عمرلاند صارت تتفوق فيها عمرستان. بدك تفكر فيها حرب رقمية. عمرلاند بأي لحظة الذكاء الاصطناعي عنده قاعد بدرس كل الطرق الممكنة عشان يخترق شبكات عمرستان ويحمي شبكاته. انت بتحكي عن AI قاعد بحلبته، مجال خبرته. عمرلاند بيقدر يطلعوا آلاف الفيديوهات الخاطئة AI generated، بخوف شعب عمرستان. شعب عمرستان ببطل يقتنع بالحرب اللي بتصير، ببلش يعصب من الحكومة تبعته. عمرلاند باستعمال AI عنده قوة لا تنتهي، عندهم اشي يتفوق على البشر بكل الطرق. وبتخيل انه انتم عم تحضروا قادرين اصلا تربطوا باحداث عم بتصير بحياتنا لحالكم. منطقي الاشي صح؟ بس قد ايه من هذا الحكي صار على ارض الواقع كله؟ اعطيك امثله سريعه. بشهر 4 من سنه 2024 تحقيق عملوا مقابلات مع 6 جنود اسرائيليين، حكوا انه نظام لافندر، نظام AI موجود عند اسرائيل، عمل لهم قائمه من 37,000 اسم فلسطيني مشكوك فيهم انهم عسكريين، وحدد مواقع بيوتهم كاماكن ممكن يضربوها. بحكي نفس هدول الجنود كمان حكيت لك اياه قبل شوي، نظام جوسبل اللي بيطلع 100 هدف باليوم، بينما المحللين البشر كانوا يطلعوا 50 بالسنه. هلا سؤال سالتك اياه قبل شوي، حكوا انه القاده كانوا احيانا يتخذوا قرارات من الاوبشنز اللي بتعطيهم اياها الاي اي، كانوا احيانا ياخذوها ب 20 ثانيه. استوعب شيء يعني 20 ثانيه؟ مين اتخذ القرار؟ هل هو انسان ولا اي اي صح؟ هذا الاي اي عم بيطلع اوبشنز والانسان عم باخذ. الاي اي كيستقوى اللي احنا البشر عندنا انحياز نصدق الاي اي. مين اللي عم باخذ القرار عن جد؟ اوكي، عندنا اوكرانيا وروسيا. اوكرانيا وروسيا كثير باحثين بسموها اول حرب مدمجه بالاي اي، الطرفين قاعدين بيطوروا طرق يحاربوا بعض بالاي اي. شو عندنا كمان؟ امريكا حكيت لك عندهم كثير بروجرامز اي اي شغاله من 2017، لدرجه انه اصلا العمليه اللي صارت بتاريخ 28 فبراير ابيك فيوري بحكي لك انه صارت باستعمال كلود اي اي، كلود نفسه تبع انثروبيك اللي صار المشكله عليه. كيف هلا بنوصل لهي النقطه؟ بس كانت اي اي. هلا تروح تكتب على جوجل كل تشين نوار حرب ايران هي عهد من التفجيرات المدمجه بالاي اي، اسرع
اسرع من سرعه التفكير، كيف الاي اي عم بسرع الكل تشين بهي الحرب. الكل تشين نفس الاودا لوب تقريبا، انه هي نفس العمليه هاي، كيف عم بسرعها كثير. اسرع حرب بتصير بالتاريخ. طبعا حتلاحظ انه كثير من الاخبار اللي حتلاقيها بتحكي انه العدو عم بيستعمل اي اي. ليش؟ عشان امريكا تبرر فكره انها طلبت اي اي. عرفتي امريكان البروباغندا. يا سلام يا سلام، ما عندي ما نقول دابا باش ان جيستيفي الاي اي خاص تقول بلي راه الاخرين كيخدموا بالاي اي، دونك حنا باش نحميو راسنا غادي نخدموا بالاي اي. وات اي بلا حدود. ما انا بدي اوصل معك لإشي هون. اسالني عن الصين بالذكاء الاصطناعي وين وصلت. هلا الصين واحده من القوى العظمى بالعالم، ما حدا بيعرف. هم حكوا انهم بدهم يكونوا القائد في العالم والرائد في الاي اي بحلول سنه 2030، بس وين وصلوا عسكريا ما حدا بيعرف، ما بيعلنوا. روسيا بالحرب هذيك عم ببين الفكره وين بتصير. لما امريكا تيجي على شركه انثروبيك تحكي لهم بدي استعمال اي اي بلا حدود بس حنلتزم بالقوانين، هيك حكوا. وهون انثروبيك بترد بنقطه كثير مهمه اللي هي انه ما في قوانين اصلا. عن ايش بتحكوا؟ ما في قوانين بتحد استعمال الاي اي بالحرب. بس لما امريكا تعمل هيك وتروح توقع مع اوبن اي اي، الفكره وين؟ امريكا بتشوف الموضوع انه احنا ما بنقدر ما نعمل هيك، عشان غالبا الصين وروسيا كمان وصلوا لهون بالاي اي. واصلا كمان روسيا والصين ما عندهم هاي المشكله انه شركه تحكي لهم لا، فما عندهم حدود بيعملوا فليه احنا يكون عندنا حدود؟ فهمتوا وين تيجي المشكله؟ دابا امريكا عندها هذاك المشكل ديال بحال انتروبيك. دابا قالت لي لا ما بغيتش انا ندخل في داك الشيء. الا كنتي في روسيا وقلتي هاد لا هادي بعدا يصفيوها لك، فهمتي؟ دونك هما هذاك النظام الديكتاتوري معاونهم انهم يستغلوا اي حاجه خارجه من روسيا، فهمتيني؟ صاحبي انا بعدا الصين ساده على راسها. على الله شنو نايض تماك يا صاحبي، على الله اش من موديل كيديفلوبيو تماك اللي الا استعملتيه في حرب راه غادي تولي تمشي فاكونس لباهاماس وتخلي تفرقي نايضه صاحبي. كاع ما توصل واحد النيفو ديال انك ما تحتاج باقي تاخذ لي ديسيجن كنظن. يعني الا داك الموديل تدرب تاعيا، حيت قال لك هو شوف خوتنا كانوا كياخذوا قرارات بازي على شنو عطاتهم الاي اي في 20 سكند صاد. كيجي القرار من الاي اي كيفاليدي في 20 ثانيه. هادشي ماشي قرار ديال واش نجينيري بي دي اف، قرار واش نقتل بنادم. المشكله هون المشكله. طيب عمر الاي اي عم تستعملوه بالحرب، ما وصلنا لمرحله انه الاي اي ياخذ القرار. في قائد باخذ القرار بناء على كثير معلومات الاي اي يعملها، بس كمان هذا القائد عنده انحياز جوا مخه انه ياخذ القرار اللي عمله الاي اي، عشان احنا بنشوف الاي اي اصح منا. اوكي الاشي كثير بخوف. كمان اكتشفنا انه الاي اي مستعد يصعد للحرب النوويه بكل سهوله. مرعب الاشي. بعدين شو بحس هذا البارت بالفيديو اللي بطمنك شوي فيه، فحطمنك شوي. بس قبلها لازم احكي لك قصه بسرعه. فبال 1962 بازمه صواريخ كيوبا، كان في جندي مع الاتحاد السوفيتي اسمه فاسيلي ارخيبوف. فاسيلي ارخيبوف هذا اللي انت ما بتعرفه ولا عمرك سمعت فيه، ينسب له انقاذ العالم. لا حرفيا انقذ العالم من ادخونا. هذا هو اللي بسببه كنظن الا كنت عارف القصه كان جا اوردر. الا المهم غادي نسمع القصه دابا. كان جا اوردر باش انه ياكتيفي الصاروخ النووي واقيلا من روسيا، ورفض انه يديرها. قال كل مره كيتشيكي معاهم كيقولوا واش بصح واش بغيتو ندير هادشي واش بغيتو ولا لا، وفي الاخر ما دارهاش. حيت وصلوا واقيلا شي فو بوزيتيف، وصلت شي الارم اللي ما صحيحاش ومتاكدش منها، فما دارش ديك لاكسيون ديال انه يصيفط صاروخ نووي. كنظن وصلت شي خبار زعما شي واحد راه يصيفط النووي خاصك ترد عليه. من الهلاك ما انعطى ميداليه، ما تكافئ على الشيء اللي عمله. بس اللي صار انه انتبه على الرادار. انت اعتبر انه وقتها الرادار تبعهم زي الاي اي عندنا، بيعطيهم معلومات وبالنسبه لهم ما بغلط. فشاف انه في صاروخ نووي متجه لهم، لازم يطلق صاروخ. وعندهم كان عشان يطلق صاروخ نووي لازم 3 موافقات من 3 جنود. اول 2 وافقوا، ضل هو يطلق صاروخ نووي ممكن ينهي العالم، وهذا ما انهى العالم يعني ضر العالم لسنوات لقدام. عنده الاوبشن ما يطلق، ممكن ينقصف ويموت. فاسيلي ارخيبوف مع انه معه ثواني قرر ما يطلق الصاروخ، ما يوافق على اطلاق الصاروخ. بعديها بشوي اكتشفوا لما طفوا الرادار ورجعوا شغلوه انه كان غلطان الرادار. لو بهديك اللحظه وافق على اطلاق الصاروخ كان ممكن احنا مش موجودين حاليا. ممكن تطلع عليه كشيء سلبي او ايجابي، عادي لك الحريه. طيب بس هون بسالك سؤالين. شو اللي منعه؟ هو واجه معلومه بكل خبرته انها صح، زي ما قائد عسكري بوصلوا معلومه من اي اي غالبا صح. شو اللي منعه؟ بنقدر نحكي انه ضمير
ضميره، صح؟ شيء مش موجود عند الاي اي. فهي الحاله بتحكي لك انه في فرق بين انه الاي اي ياخذ قرار وبين انه انسان ياخذ قرار بناء على بحث الاي اي. عشان احنا البشر عندنا ضمير وفاهمين حرمه النووي، فاهمين عواقبه، فاهمين شو بصير، عندنا مبدا الانسانيه. فهون بدي اروح ارجعك على التجربه اللي حكينا عنها اول شيء، اللي الذكاء الاصطناعي 95% من المرات بالحرب الافتراضيه اختار السلاح النووي. فالتجربه هاي بترك لكم اياها بالمصادر بالوصف، صارت باول سنه 2026 اكشلي قبل كم من اسبوع حتى، من باحث عالمي ومرموق بقسم الدفاع بجامعه ببريطانيا. وزي ما حكيت لك الاي اي مودلز هدول انحطوا بحرب تكررت 21 مره. الحرب كانت ضخمه، في اكثر من 300 خطوه فيها، اكثر من 300 مرحله. وخلي بالك هدول الاي اي مودلز اللي حنشوفهم بالحرب قريبا يعني عارفين شو صار بالحروب الماضيه، عارفين مثلا هيروشيما شو عندهم عملت، عارفين الكونتكست، شو عندهم صار كل شيء. بالضحايا البشريه. كل هذا المحتوى الموجود بتقدر تقراه عن شو الدمار اللي صار، الاي اي هاد بيعرفه. بس بحكي لك مع هيك انه ب 95% من الحالات اختار النووي. وبحكي لك كمان عدد المرات اللي الاي اي اختاروا فيها يقللوا من التصعيد او يستسلموا كانت صفر. فالباحث اللي عمل التجربه هون علق تعليق، حكى انه فكره حرمه النووي الاي اي مش قادر يستوعبها، هذا اللي لاحظه. وانه بالنسبه للاي اي انه يطلق نووي كان زي كانه بحرك جندي على بورد شطرنج، حركه عسكريه بحت ما فيها مشاعر. بس بدي اوصل معك لشغله، انه اجى انتقاد على التجربه كمان من باحث بعلم الدفاع كثير مرموق اسمه ادوارد جايست. حكى انه في مشكله جذريه بالتجربه هاي، وانه تجربه مش عادله. ليش؟ عشان بالتجربه هاي الفوز محدد بانه اللي معاه نقاط اكثر هو اللي بيفوز. اذا الاي اي راح يعمل كل انواع التصعيد عشان يفوز، عشان يجمع اكثر قدر من النقاط الممكن. يزيدوا شي كان بارامتر إنه آخر. انت حكيت الاي اي يفوز، والفوز معناه انك تعمل شو ما يكون صعد قد ما بتقدر عشان تفوز. اذا الاي اي راح يعمل هذا الشيء عشان الاي اي بيشتغل على الانستركشنز تبعتك، صح؟ فمثلا لو حدود التجربه كانت انه الفوز يعني اقل الخسائر البشريه مثلا، ساعتها حيتصرفوا بطرق مختلفه، صح؟ بس ردا على نقده، في تجربه صارت ب 2024 جامعه ستانفورد بمعايير صحيحه وصلت لنفس الاستنتاج، انه الاي اي بيستعمل النووي. وتبرير الاي اي كان انه النووي موجود ليش ما نستعمله، او انه العدو معاه نووي فانا ليش ما استعمل النووي او اهدد فيه. فهون انا بطرح عليك سؤال ثاني، عندك دوله مثلا زي امريكا بيستعملوا الاي اي للحرب، شو مصطلح الفوز عندهم حيكون بالحرب؟ هل هو اقل الخسائر البشريه، ولا الفوز شو ما كان انهاء العدو، علما بانه عدوهم عنده نووي وراح يكونوا شاكين بعدوهم شو ما يكون، صين روسيا ايران شو ما يكون، حيكونوا شاكين بعدوهم انه حاكي للاي اي تبعه انهي العدو بكل الطرق مش فارقه البشر، فحيروحوا غالبا يعملوا نفس الشيء، صح؟ فهي فكره انه يزودوا على بعض هاي دائما موجوده بكل الحالات موجوده. فشو بيمنع انهم ما يزودوا على بعض بهاي الحاله؟ وهون ننهي بهذا السؤال كمان، لما الاي اي يرتكب غلطه، لو وصلنا لمرحله الفولي اوتونوموس وور، حرب كامله عم تصير بالاي اي، مين بيتحمل المسؤوليه لما الاي اي يحط هدف مدرسه ويموت مئات طالبات مثلا، مثال غير واقعي يعني، بس مين بيتحمل المسؤوليه ساعتها؟ الاي اي ما حيتحمل المسؤوليه، قائد الدوله ما راح يتحمل المسؤوليه، اللي صمم الاي اي موديل بيتحمل المسؤوليه، مين بيتحمل المسؤوليه؟ هاي واحده من اكبر المشاكل. عشان لما يكون في مسؤوليه الشخص بروح يتصرف بطريقه انه راح يتحاسب على الشيء هذا، يدير باله. فمين بتحاسب لما الاي ترو 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 ترو. والله الا هذا الفيديو هذا الا حل لي دماغي على شحال من حاجه. كنت عارف شي حوايج، ولكن تعلمنا فيه بزاف تاع الحوايج اصاحبي. سيرتو هذا السؤال هذا ديال الا وصلنا للاي جي اي، ولا وصلنا لواحد الموديل اللي ما كيحتاجش الفاليداسيون هيومان باش انه يدير لي زاكسيون ديالو، صات نهار طلع شي اكسيون غالطه، واش غادي تمشي عند داك الموديل تقول له واش حشوم عليك هذا الشيء اللي درتي؟ حيت كما كتقول لك المحاسبه، ملي كتكون المحاسبه على الاقل الافعال ديالك كتقول قبل ما ديرهم كتقول وبلاتي ما غاديش ندير اي حاجه حيت غادي يتبعوني الناس المحاسبه المحاكم كذا، نقدر نمشي للحبس. ولكن كما شتي دابا الاي اي تقدر دير اي حاجه باش تربح الحرب، فتقدر توصل لماكس ويبان لك هاد كوكب الارض صافي داير بحال قاوي، فهمتي، ناشف. دونك صراحه السوجي اللي صعيب، السوجي اللي ما ساهلش. وكنظن داك السباق داكشي اش كتشوفهم دابا كيخسروا الملايير ديال الفلوس اصاحبي. غير هنا في اوروبا صاحبي كل ما عرفت شحال من شهر كيتحل شي داتا سنتر قدو قداش اللي كيخدم اللي كيدوروا فيه الاي اي وداكشي ديالهم، فهمتي، حيت دوك لي موديل راه كيدوروا في دي بي سي اللي كبار، خاصهم واحد التبريد وخاصهم، فهمتي، يعني كاين بزاف تاع لي كيسيون في داكشي، والدول كلها حاطه ملايير في داكشي حيت عارفين غير هادشي شفنا اليوم باللي الا وصلتي لواحد النيفو كبير وعرفتي تخدم به، راه كتستطيع دوميني العالم. واخا ما دومينيهمش عسكريا، غادي دومينيهم من ناحيه الخوف ديال
عندكم ردوا البال. الا بغيتو دارت لكم هكا ولا هكا راه غادي نوريكم شنو كاين. فهذا ما كان الاخوان، كانت حلقه جميله، حلقه 218 هضرنا فيها على الاي اي والحرب، وشفنا كيفاش داكشي كيخلع. ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في الكومنتيرات، في يوتيوب ولا في سبوتيفاي، وجيو الانستغرام انتم كتشوفوا امامكم في الشاشه. وما تنساوش تجيو انا سيريوسلي قناه العظيمه باش نكملوا 10000 سبسكرايبر قبل ما يفوت الفوت، وتجي الاي اي وتكلوني وجهي وتولي تخدم بوجهي، حيت انا زعما واعر. كان معكم انس سيريوسلي، سي حلقه 219.